السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من قناة عشاق رونالدو. هذه الحلقة راح نعرض لكم طاقات لاعبين ريال مدريد في فيفا 18. راح نعرض بس اللعيبة الأساسيين واللعيبة اللي راح تكون موجودة مع ريال مدريد في 2018. عموما أول لاعب هو اللاعب كيلور نافاز راح تزداد طاقات، ما راح تزداد طاقته الخارجية لكن راح تزداد طاقاته الداخلية. عموما هذا تقريري عن نافاز. راح ندخل على اللاعب الثاني هو مارسيلو. راح تزداد طاقته من 86 ل 87، حتى طاقاته الداخلية راح تزداد. مارسيلو سوى أداء تاريخي مع الريال في هذا الموسم، وأنا بالنسبة لي هو ظهيرة للاعب روبرتو كارلوس. والحين راح ندخل على اللاعب الثاني. اللاعب سيرجيو راموس راح تزداد طاقته الخارجية، حتى طاقته الداخلية راح تزداد. سيرجيو راموس أيضا سوى أداء جميل جدا مع الريال، سجل 8 أهداف في الدوري، وهو لعب أداء كويس. هو كان يلعب ممتاز جدا مع الريال، وأداء ممتاز 10 من 10 أعطيه أنا. وندخل على اللاعب الثاني. اللاعب فران راح تزداد طاقات الداخلية وحتى الخارجية راح تزداد من 84 ل 85. وندخل على اللاعب الثاني. اللاعب كارفخال راح تزداد طاقته الخارجية من 84 ل 85، وحتى طاقته الداخلية راح تزداد بشكل هو لعب بشكل كبير. هو لعب كويس جدا هذا الموسم مع الريال، وكان أداءه ممتاز مع الريال. والحين راح ندخل على اللاعب الثاني. اللاعب كاسيميرو راح تزداد طاقته الخارجية من 83 ل 85، حتى الطاقة الداخلية راح تزداد بشكل كبير جدا جدا جدا. مستواه مع الريال هذا الموسم كان ممتاز. وندخل على اللاعب الثاني. مودريتش راح تزداد طاقته الخارجية من 89 ل 90، وطاقته الداخلية راح تزداد بشكل قليل جدا، لأن الدريبل تحكمه بالقرب هو اللي راح يزداد، ودفاعه وباصه هو بس. يعني عند السرعة لم تزداد ولا الشوط ولا الرأسيات. وندخل على اللاعب الثاني. توني كروس راح تزداد طاقته الخارجية من 88 ل 89، حتى الطاقة الداخلية راح تزداد بشكل كبير. سرعته راح تزداد، والشوط راح يزداد، والباص راح يزداد، والدريبل راح يزداد، والدفاع راح يزداد، ورأسياته راح يزداد. وندخل على اللاعب الثاني. اللاعب جاريث بيل راح تزداد طاقاته لا، ما راح تزداد بس طاقاته الداخلية، وأيضا راح تقل طاقاته الداخلية، وما راح تزداد طاقات الخارجية. راح يفضل 90. طاقات الداخلية راح يقل، الدفاع راح يقل 3، ورأسياته راح تزداد 4. هذا كان قرارنا عن جاريث بيل. ندخل على اللاعب الثاني. اللاعب كريم بنزيما طاقته الخارجية راح تفضل زي ما هو 87، ولكن طاقته الداخلية راح تزداد مثل هجومه، قصدي الشوط راح يزداد، والسرعة راح تزداد، ورأسياته راح تزداد، وتحكمه بالكرة راح يزداد. هذا كان تقريرنا عن كريم بنزيما. ندخل على اللاعب الثاني. لا، كريستيانو رونالدو راح ما ينفع يزداد من 94، عشان هي لو زادت هذا الفيفا راح تكون خربطت. وهذا كان تقريرنا عن كريستيانو رونالدو، لكن راح يزداد عند الطاقات الداخلية، وراح باصه راح تزداد، ورأسياته راح تزداد، لكن دفاعه راح يبقى راح يقل، وتحكم بالكرة راح يفضل زي ما هو، وسرعته وشوطه راح يفضل زي ما هو. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك مكتوبة تحتها، ولا تنسوا تعملوا لايك، لا تنسوا تعملوا لايك ولا شير ولا تعليق. بإذن الله نبي القناة تزداد في الاشتراكات، نبيها توصل ل100,000 بإذن الله. ولو وصلنا ل100,000 يكون هذا كفاية، نفرح احنا لما توصل ل100,000. وشكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم في حلقة جديدة من قناة عشاق رونالدو.